عسلامة، جيتكم اليوم بحاجة جديدة باهية وبنينة اللي هي الناعم التونسي اللي هو يشبه برشا برشا للجرينات الليبية. ما نعرفش احنا خديناه من عندهم ولا احنا عنا بطبيعتنا. اذا عندكم فكرة قولولي. الحصيلو تحية لاخواننا الليبيين. وصفة سهلة، بسكوي هو فيه شوية فاكهة وساهل ماهل ما يتكلفش. باش ناخدو 50 جرام بوفريو نحمروهم برشا برشا كيما ريتوهم بقشرتهم نرحوهم رطب، تنجمو تخلوهم كونكاسي. اما انا الوصفة قريتها في فورماسيون نرحيها. بقية المكونات باش نحكي لكم عليهم بالتدريج وانا نخدم. باش تلقوهم زادا في صندوق الوصف. باش تلقوا زادا الوصفة الكاملة متاع كيلو فارينة، الحصيل وكل شيء باش تلقوه في صندوق الوصف. باش ناخدو ربع بيضة اللي هي 15 جرام. على غالب انا عملت ربع الكمية وراهي ما شاء الله طيح 52 حبة. باش نعمل معاها 37.5 جرام زبدة مذوبة. ماذا بيكم حيوانية وماذا بيكم ماذا بيكم برنوازات، انا عملت مارجرين. عملت كيفها زيت 37 جرام ونص، وزادة 50 جرام ماء زهر ولا ماء عطرشية، انا عملت ماء زهر نحبه اكثر. وباش نعمل السكر 2 ملاعق اكل سكر ناعم اللي هو 50 جرام. وباش نحط الخميرة الكيميائية باش تهشش، راهي ماهيش باش ترفع اما جوست تاع تهشيشة، اللي هما 2 جرام ونص اللي هما نصف ملعقة قهوة صغرونة بالكل. نحرك تحريكة خفيفة ومن بعد باش نحط شوية فارينة اللي هما 125 جرام قدر كاس. ونحط هكا البوفريوة اللي حمرتها مليح 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 بقشرتها رحيتها رطبة. الجرينات الليبية يخلوها كونكاسي، انا في الناعم قريتها في فورماسيون الحقيقة ما قلت لناش هي اصالتها منين. ريحتها ناعم. من بعد بشوية ونضيف الفارينة بشوية بالتدريج بالملعقة، هي تكسح شوية وانا ندخل يديا ديما باش نعرف القوام المتوسط احسن. ونضيف بالتدريج ونتحصل على عجينة متوسطة اقل شعيرة من متوسطة. انا كلت لي 230 جرام فارينة، وراهي فارينة تشرب فارينة لا معناها ديما انتبهوا 200 جرام ومن بعد ثبتوا. نحطها في حاجة مسكرة حكة ولا ساشي نخليها ترتاح لبرا ولا في الثلاجة نص ساعة. من بعد باش نخدمها انا خدمتها بين زوز ساشيات، تنجموا تخدموا بين زوز بابي كويسون كيما تنجموا تخدموا هكاكا ترشوا فارينة وكهو. باش نحلها بالقلقال 1 سنتيمتر، هي ماذا بيكم عالية شوية كيف اللبناني بالضبط، هي راهي على فكرة مطعمها يشبه للبناني غير شنو ناقص فاكهة. بطبيعة اللبناني أبن وأضخم. الحصيل ونحاولوا نسمحوا الوجه باش ما تجيش فيه تشققات، راهي كي تجي تشققات راهي باش تبان من بعد في التطيب. وزادة نحاولوا من الجناب الكل نردوها 1 سنتيمتر. انا عندي الهلال متاع اللبناني ومتاع الناعم اللي هو مرفق على الاخر ب500 فرنك. تنجموا تعملوا اي قالب هلال كيما تنجموا تعملوا طريقة اخرى باش نوريها لكم من بعد بكيس. بالطبيعة نحاول نسمحه نقلب منا ومنا نسمحه نخليه واقف من الشيرات الكل، ونحطهم بعد على بعضهم فوق بابي كويسون والا في طبق من غير ما نزيتو، راهو هو مليان بالزيت والزبدة من غير ما نزيتو. كملهم الكل نسمحهم الكل بنفس الطريقة. العجينة اللي تبقت نلمها بين يديا، نحاول نثبتها بيديا زوز بين كفوف يديا، نرتبها باش تجي الوجه متاعها ناعم ما فماش تشققات. هنا باش نوريكم الطريقة الثانية اللي نخدمو هلال بالكاس. الكاس ماذا بيكم صغير وماذا بيكم الزجاج متاعو رقيق كما شفتوني، هذه ما تحتاج الشرح فقط انتبهوا وركزوا كيفاش عملتها. عملتها مرتين تو تفهموها. انا كملتهم بالقالب اللي عندي خاطر حبيتهم الكل يجوني كيف بعضها، وانتوما اعملوا اللي عندكم. وديما نحاول نسمح لاخر لحظة. من بعد نحمي على الفرن 4 ولا 5 دقائق 170 درجة نار فوق وتحت. من بعدها نحطها في الرف الأوسط
تقريبا لوين تحمر شوية مش برشا من اللوطة، 8 دقايق. من بعد نخليها تشعل كان من فوق لوين هكا تشد روحها ما تحمروهاش. تعرفوا عليه خاطر انا حبيت نحمرها وحمرتها بزيد من اللوطة، جتني فيها قرميشة صحيح تتهشهش وكل شيء كلي من داخل طرية انا مش تذوب في الفم، خاطر طيبتها بزيت كما تعرفوا السبلي كثروا من التطيب يفسد. هذه زادة ماذا بيكم تذوب في الفم. نكونوا حضرنا قبل ما نطيبوا جملة، نكونوا حضرنا السكر الناعم نتاعنا. انا رحيت كاس في هذيك في الرحاية وغربلته بغربال الشعر وزدته ملعقة أكل نشا باش يجيني يشبه برشا للسكر اللي يتباع. الناعم اللي حضر لي هذاك مصلي على النبي طيح لي 52 حبة. هذوك من الكعبات متاعي انا اقل شويه من 1 سنتيمتر خاطر ما عنديش مسطره بالعين، في الاخر اكتشفت اللي هي اقل من 1 سنتيمتر. كما قلت لكم الطيابره وعنده دور كبير على الاخر. حمروا الشعيره من اللوطه، تحبوه يتقرمش حمروا بزيت. هاكا انا عطيتكم الطرق الكل. وهو دافي دافي متوسط، نغطسوه في السكر نغموه بالقدا ونخلوه دقيقة يلصق فيه السكر بالقدا. راهو كي يبدا سخون برشا باش يتغلف فيسع اما ريسك يعرق، خصوصا كي تحطوهم فوق بعضهم. اذا باش تعملوه سخون جربوا انتم اعملوا حبات سخونة وسيباري على بعضهم من بعد وشوفوا ذاب السكر ولا لا. انا عملتهم دافين اما مش سخان برشا، ونخلي فيهم دقيقة يتغلفوا بالباهي. ننفذهم نحطهم في صحن التقديم. انا راهو دافين بريسك قريب يبردوا، لكن حطيتهم فوق بعضهم ما همش باش يعرقوا ما يصيرهم حتى شيء. هي راي الوصفة ناقصة سكر، حتى كي تغلفها بالسكر الناعم ماهيش باش تجي متوسطة، باش تبقى ديما ناقصة شوية سكر. معناها انتوما تخافوا يجيكم محلول، راه مش باش يجي حلو، راه بالعكس هو السكر الناعم اللي يخليه يجي اقل شوية من المتوسط. نكملهم الكل بنفس الطريقة كما قلت لكم. اذا سخون جربوا كعيبثني وحطوها سيباري على بعضهم. ذابت عرقت ما عادش خلوهم يبردوا شعيرة اخرى ومن بعد اعملوا كما عملت انا يبدو دافين متوسطين. حصيلوا هاكا كعبتنا راهي تحكم تحفظ في علبة محكمة الغلق. بالطبيعة ماذا بيكم سيباري باش ما يهبطش السكر. وكما قلت لكم انا جتني تتقرمش شويه هشوشه شويه من داخل متوسطه، معناها خاطر طيبتها 15 دقيقه. طيبوها انتوما اقل مني انا شويه 12 10 دقائق يزي فيه البركه. هذه رسالتنا اليوم مطعمها زهر. ماذا بيكم تعملوها زبده كامله ولا زبده عربي، خاطر الحقيقه المارغرين ما عطتش حتى مطعم، فهمتوا ما جتش باينه مع الزيت جمله. ما نتصور لو كان جت مارغرين الكلها صافي والا برنوازات صدقوني تعطيها نكهه اخرى كيف اللبناني. خاطر سبحان الله اللبناني تخسروا عليه الفاكهه، يلزم برنوازات. حتى هذه نتصور كيف ان شاء الله عجبتكم. بسلامه.